عمرك لاحظت إن كل شخص ليه طبع وطريقة في التعامل؟ في واحد هادي، واحد عصبي، واحد بيحب التفاصيل قوي، وواحد عايش بخياله. النهاردة هنتكلم على أنواع الشخصيات وهتكتشف نفسك فيهم. ليه مهم نعرف أنواع الشخصيات؟ أول حاجة بيخلينا نفهم نفسنا أكتر. تاني حاجة بيسهل التعامل مع الناس حوالينا. تالت حاجة بيساعدنا نعرف نقاط قوتنا ونشتغل على نقاط ضعفنا. طب ايه هي اشهر انواع الشخصيات؟ اول شخصية الشخصية انطوائية، بتحب هدوء وعزلة، بتستمد طاقتها من قعدتها مع نفسها. مثال توضيحي، اي بيفضل يقرا كتاب بدل ما يروح حفلة. تاني شخصية الشخصية الاجتماعية او الانبساطية، بتحب التجمعات وبتاخد طاقتها من الناس. مثال توضيحي، اللي أول ما يدخل أي قعدة يملأ المكان بالطاقة. تالت شخصية الشخصية حساسة، مشاعرها عميقة جدا، كلمة صغيرة ممكن تفرحها أو تجرحها. مثال توضيحي، ممكن تقعد تفكر في كلمة اتقالت لها طول اليوم. رابع شخصية الشخصية التحليلية، بتحب الأرقام والتفاصيل، قراراتها مبنية على المنطق مش العاطفة. مثال توضيحي، المحاسب أو المهندس اللي بيحسب كل خطوة. خامس شخصية الشخصية الإبداعية، خيال واسع، بيحب الفن والابتكار. مثال توضيحي، الرسام أو الكاتب اللي بيشوف العالم بطريقة مختلفة. سادس شخصية قيادية، بيعرف يوجه الناس، عنده ثقة بالنفس. مثال توضيحي، اللي دايما بيتحمل مسؤولية في الشغل أو في أي نشاط. سابع الشخصية عنيدة، متمسك برأيه جدا حتى لو غلط، بيصمم، الجدال معاه ساعات بلا فايدة. تامن الشخصية المترددة، صعب تاخد قرار بسرعة، بتفكر كتير لدرجة ان ممكن تضيع الفرصة. مثال توضيحي، اللي يدخل مطعم ويقعد نص ساعة بيقرر هيطلب ايه. تاسعة الشخصية الواقعية، بتركز على الحقائق وتحب تشوفي الأمور زي ما هي مش زي ما تتمنى. عاشر الشخصية المثالية، عايزة كل حاجة كاملة 100%، ساعات بتتعب نفسها من كتر التدقيق. مثال توضيحي، بيقعد يراجع الشغل 10 مرات قبل ما يسلمه. الشخصية رقم 11 الشخصية النرجسية، شايف نفسه طبعا أهم من الناس، محتاج دايما مدح وانتباه. مثال توضيحي، الشخص اللي في أي موقف لازم يبان هو البطل. الشخصية رقم 12 الشخصية المتوازنة، هادية معتدلة ومش متطرفة في أي حاجة، بتعرف توازن بين عقل وقلب. في نقطة عايزة ألفت نظركم ليها، مهم جدا نفهم مفيش نوع شخصية أحسن من التانية، كل شخصية ليها مميزات وتحديات. الأهم إني تعرفي نفسك وتشتغلي على اللي ناقصك. الخلاصة، النهاردة اتكلمنا على أشهر أنواع الشخصيات، من الانطوائي يا حد متوازن. قولولي في الكومنتات انتوا حسيتوا نفسيكم في أي شخصية. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.